مثل هذا اليوم قبل سنتين انطلقت المظاهرات المناهضة للنظام في الجزائر، كانت في الخراطة في بجاية في شرق البلاد قبل أن تصل إلى مدن أخرى بما في ذلك الجزائر العاصمة بعد أسبوع من ذلك الموعد. ورغم منع التظاهر نزل الآلاف إلى الشارع في هذه الذكرى الثانية. لنستمع لعدد من المتظاهرين. الجزائريين قرروا باش يقرر تقرير مصيرهم اليوم، سي لوتو ديتيرميناسيون. النظام، المنظومه التي تتلاعب بالاقاويل بالشعارات، النظام اللي يطلب من الصحراء الغربيه انه تقرر مصيرها ويعبث ويقمع في الجزائريين. اليوم خراطه اليوم هي مزار، هي محج، هي مكه لكل الجزائريين. تبون ماشي شرايط، تبون ماشي شرايط، جابوا لي جينيرو هما اللي يفسدوا البلاد. الشباب يحبوا يبنوا المستقبل، يحبوا يبنوا البلاد. ما جيناش نحتفلوا، جينا باش نرحلوا، ما جيناش باش نحتفلوا، جينا باش نرحلوا. فيف الحراك، فيف لي زون. الشعب هضر الكلمه تاعو، يتنحاو كاع ماناش حابسين. لا لي جينيرو يا الخونه يتنحاو كاع ماناش حابسين. والشعب يريد اسقاط النظام، اسقاط الخونه. أسامة سنوسي معنا من الجزائر العاصمة. أسامة، ما هي الأخبار التي وصلتك من الخراطة حول هذا التحرك؟ نعم، مساء الخير توفيق. بالفعل أسود تظاهرت في مدينة خراطة شرقي الجزائر وبالتحديد في محافظة بجاية، والتي كانت مهد انطلاق الحراك الشعبي يوم السادس عشر من فبراير من سنة 2019. كما قلت الآلاف تظاهروا اليوم بكل سلمية وحافظوا على سلمية الحراك الذي تواصل على مدار سنتين قبل أن يعلق لما انتشرت جائحة كورونا في الجزائر. كانت نفس المطالب التي كان يشهدها الحراك من قبل. الكثير طالبوا بالانتقال السياسي وكذلك إبعاد الجيش عن السياسة وإطلاق سراح معتقلي الرأي. كان هنالك الكثير من الناشطين السياسيين البارزين في الحراك حاضرين اليوم في مدينة خراطة، بالإضافة إلى رؤساء أحزاب. وتأتي هذه المظاهرات توفيق التي كانت مبرمجة منذ أيام على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث كانت هنالك دعوات للتظاهر اليوم السادس عشر في خراطة وكذلك الجمعة والثلاثاء القادمين. ويأتي هذا تزامنا مع إطلاق الرئيس عبد المجيد تبون لجملة من المحادثات مع القوى السياسية هنا في الجزائر لتحقيق بعض النقاط المسطرة في برنامجه الرئاسي ويعني كالانتقال السياسي. وكان في هذه المحادثات كان له لقاء مع أبرز أحزاب المعارضة، وكان أبرزها حزب جبهة القوى الاشتراكية، والتي رفعت جملة من المطالب تعكس مطالب الحراك، وهي إطلاق سراح يعني معتقلي الرأي وكذلك فتح المجال السياسي والإعلامي ورفع العراقيل عن الحريات الشخصية. إذن هذا كله يعكس مطالب الحراك، وأيضا تأتي في وقت يرمي إليها الرئيس عبد المجيد تبون بحل البرلمان في اليومين القادمين، سيتم إعلان ذلك، والذهاب إلى يعني انتخابات مبكرة تشريعية ومحلية. طيب، منع التظاهر ما الذي تنوي السلطات القيام به إذا ما حصلت مظاهرات مماثلة في مدن أخرى، باعتبار أنه رسميا التظاهر ممنوع بسبب فيروس كورونا؟ نعم بالفعل توفيق، التظاهر ممنوع، ولكن ما دام يعني هؤلاء الذين خرجوا للتظاهر أقدموا على التظاهر ما على السلطة إلى المحافظة على هذه المظاهرات. وسبق وأن شهدنا ذلك بأن السلطة لم تقم بقمع المظاهرات. كانت هنالك بعض التجاوزات وبعض يعني بين المتظاهرين وبين قوات الأمن، ولكن يبدو أن السلطة ما عليها إلا مجاراة هذه المظاهرات إذا ما أقدم وأراد الناس التظاهر، حيث لا تريد التعنيف ولا تريد يعني الخروج عن سلمية هذه المظاهرات. وكان هذا هو طابع المظاهرات الجزائرية التي أعطت درسا للعالم بالسلمية والحضارية وعدم الذهاب إلى العنف. شكرا لك أسامة سنوسي من الجزائر.